السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. النهاردة كده يومنا حلو ان شاء الله، يومنا كله طاقة. ويلا بينا كده ندخل الفيديو ونشوف احنا بنعمل ايه. بس الاول نسمي ونصلي على الرسول ونبدأ بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بدأت يومي بأوضة البنات. طبعا بقالهم بقى فترة زهقانين وزعلانين، وبيقولوا انت اتأخرتي علينا وتأخرتي على فرش السجاد في الشقة. زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا عارفين ان كان عندي شغل في الأرض، وعلى ما خلصت كده وبدأت بقى اني ايه اشوف اوضتهم عايزة ايه. طبعا وعندي بنتي الصغيرة زعلانة جدا، وبتقولي انت يعني هتشتي الأوضة ازاي وانت حاطة معانا رز في الأوضة. طبعا الرز غالي، وزي ما انتوا عارفين الحاجة غالية، ومش علشان ربنا كرمني بشكرتين رز هروح احطهم عند الجيران ولا اشحتهم. طبعا دي نعمة كبيرة لازم نحافظ عليها. طبعا انا بكلمكم كده وانتوا شايفين طبعا انا بعمل ايه. شلت الاول كده الملايات. طبعا المراتب كنت مطلعاها كده من اسبوعين، فمش هنطلعها بقى خلاص. فهبدأ بقى اني اشت الأوضة يعني ايه. امسك بقى الأوضة كده. شلت الملايات. طبعا هغير فرش السراير وهدفيهم بقى. وبعد كده جبت بقى المقشة وبدأت ان اكنس الأوضة كويس جدا واروقها كده، واجيب من تحت السراير علشان في بنوتات طبعا بتكون لسه متجوزة جديد وبتكون مش عارفة تعمل ايه ولا تتصرف. طبعا الكومودينو ده كان محطوط كده في المكان ده، يعني احنا حطينا كده اي حاجة من ايام الحصاد وكده. بس طبعا هي زعلانة وبتقولي انت هتفرشي السجادة ازاي في الارض. فانا هفرد السجادة ان شاء الله. هوريكم وهقول لكم ان هعمل ايه، ما هو لازم اتصرف. جبت الكومودينو كده حطيته في المكان اللي هناك ده تحت الشباك بالشكل ده كده. وبدأت بقى اجيب قماشة وافوض كل الاتربة اللي هي على حروف الشبابيك وعلى الكومودينو. كان في ناس بتسألني وبتقولي يعني ايه سرير شمعدان. يعني هي السراير ديت اسمها سراير شمعدان. يعني انت لو مش عاملة سراير جاهزة وفرم تقدري انك تشتريهم كده جاهزين زي ما هم كده. فكل واحد على حسب اللي عنده وعلى حسب امكانياته حبايبي. بعد كده مسحت الاوضه وحطيت في ميه المسح بريل وخل وملح، ما حطيتش اكتر من كده، ومسحت الاوضه وروقتها. وبعد كده بقى جبت الملايات وجبت الدفايات علشان ابدا ان افرد السراير بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا مش كل ملايه شكل التانية، لان طبعا انا كنت السراير كده يعني واحد بعد واحد. فما كانوش الاتنين معمولين زي الايام اللي احنا فيها ديت، الاتنين معمولين كده مع بعض. بعد كده فردت الملاية وحطيت عليها الدفاية. وفيه ناس بتقول لي برضو انت ليه بتفردي ملايات تحت الدفايات؟ علشان انا يعني هو الشتاء وبحب ادفي السرير، والملاية ساعات بتكون الدفاية بتكون ساعات ناعمة وبتتلم كده تحت رجل اللي نايم، فالملاية تكون محافظة برضو علينا كده في البرد والسقعة. وليالي الشتاء بتكون برد وسقعة. زي ما انتوا شايفين كده ده السرير الكبير، وفردته وعدلته بالشكل ده كده. جينا بقى للسرير اللي عليه المشكلة كلها، اللي بتقولي انا حاسة ان انا مخنوقة وحاسة ان انا محبوسة كده يم جوه والرز جنبي مني. هبدأ بقى برضو ان افرد الملاية. ويعني مش علشان شوية الرز في الأوضة مش هنتصرف ولا هنفرد الأوضة كده ونعدلها ونظبطها. اهوت زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا يعني اجيب الملاية كده واعدلها. وهنا انا بحب كده احط الملايات تحت المراتب كده علشان ما تتزحلقش. بعد كده جبت الدفاية وفردتها بنفس الطريقة، وجبت المخدة والخدودية وعدلت لها سريرها، وان شاء الله ترجع مبسوطة وترجع فرحانة. طبعا الحاجات دي كانت في الشمس، الملايات والبطاطين واللحفة كانت في الشمس. ما شاء الله ريحتهم جميلة جدا جدا. يعني كل يومين ثلاثة كده لازم تطلعي
فرشك كده في الشمس لما يكون عندك مكان شباك او بلكونه متاح ان انت تطلعي، تبداي ان انت تطلعيهم. جبت بقى البطانيه بتاعت السرير التاني وبدات برضو ان احطها بالشكل ده كده. وكده خلاص كنت خلصت فرد السراير، والشباك كنت عاملاه كده. هبدا بقى ان اقفله خالص، وفردت السجاده اهوت اللي عليها كل المشكله، والرز جنبنا برضو. وبعد كده بقى بدات اني ادخل المطبخ اعمل لهم الاكله اللي هم بيحبوها جدا جدا، بصراحه الاكله دي بيحبوها جدا جدا. وبدات ان اعملها لهم، وعلشان كده يرجعوا مبسوطين ويرجعوا سعداء لما يشوفوا الاوضه اتفردت بالشكل اللي انا فردته معاكم ده. وحطيت السجاده اللي هي كان عليها المشكله، انت لسه فارده الحصر ومش هتفردي السجاده بقى. وهنا كنت خلصت، وبدات بقى اني ادخل المطبخ واعمل لهم الاكله الحلوه الجميله. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه. جبت كميه الدبابيس اللي كانت عندي ديت، كانت بصراحه كانت في الكيس وطلعتها، وما اعرفش هي كام، بس الحمد لله رب العالمين كانت كميه كويسه ومناسبه. تبلتها في التوابل اللي هي ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وكركم وكاري ومعلقتين من الزيت، وتبلتهم وركنتهم بالشكل ده كده 5 دقايق على ما حضرت الخضار اللي انا حضرته ده. طبعا وهحط عليه وهضيف عليه نفس التوابل اللي ضفتها على الدبابيس. طبعا الخضار اللي معايا والخضار اللي عندك اللي تفضليه واللي تحبيه في الوصفه ديت مفيش اي مشكله خالص. انا هنا معايا كوسه، ومعايا بطاطس وبصل وجزر وفلفل اخضر، ومعايا صلصه طماطم، والصلصه ديت انا عاملاها في البيت ما شاء الله، شكلها ولونها حلو وطريقتها حلوه وجميله ازاي. انا عملتها في البيت، وهضيف عليهم كده نص كوبايه من الميه. مش هكتر الميه هنا علشان الخضار بينزل ميه وبيزرد ميه، وما يكونش الخضار بتاعي عايم ميه. وبدات ان اجيب الدبابيس بالشكل ده كده، وهحطها على وش الصينيه. وبقيه التوابل اللي فاضله معايا في البوله انا هنزلها كده عليها، مش هرميها ولا حاجه. طبعا انا ما حطيتش صلصه ولا حطيت اي حاجه في الدبابيس، وفي تتبيلة الدبابيس أنا مش محتاجة غير التوابل بس اللي تنكهها وتخلي طعمها حلو، وكده كده الصلصة محطوطة على الخضار. وحطيت بقى بعد كده، خدت الصينية حطيتها فين، حطيتها على عين البوتاجاز، لأن الوقت كان زنق معايا، وعلشان ألحق إني أخلص لهم الأكل كده قبل ما يجوا من الدروس. وطبعا انتوا عارفين الترويق والتنفيض بياخد وقت كبير، وبياخد طبعا مجهود. ولكن احنا لما بنخلص كده بنكون حاسين ان احنا نفسيتنا مرتاحة، بتحسين ان المكان حلو ونظيف حوالينا. وبكده كنت خدت بقى الصينية حطيتها على وش على تحت الشواية علشان تاخد معايا اللون الحلو الجميل ده بعد ربع ساعة من البوتاجاز. وبعد كده ما شاء الله الاكل مستوي وحلو وجميل من غير ما ينهري. ولحظة ديت انك ما تهريش الاكل، البطاطس مستوية والكوسة مستوية وما شاء الله، الفراخ كمان مستوية وحلوة وجميلة ازاي. وطبعا من غير برضو ما تنهري. دي قطعة فلفل ما تقلقوش. وكده كنت خلصت بقى الوصفة، وعملت معاها رز أبيض عادي، وكمان الجزر اهو مستوي، وحطيت مخلل وسلطة. وبألف هنا وشفا عليهم. وكده طريقتي في عمل الخضار بالفراخ يا رب تكون عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات جاية كتير. أسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.